اتحدى اي حد هياكل عندك المربى دي وهيعرف هي اصلا معمولة من ايه. قوامها حلو جدا بقطع كده موجودة فيها، هتقولي بقى فراولة، هتقولي حاجة تانية، طعمها حقيقي ما يتشبعش منه. مكوناتها بسيطة وعلى قد الايد، وبنستنى الوصفة دي من الشتاء للشتاء. تخش بقى معاكي مع سندوتشات الولاد في المدرسة، مش هتقولك لا، تخشي معاكي كمان في حشو معجنات برضو هتكون حلوة قوي، وطعمها حقيقي تحفة جدا. فيلا كده سريعا نقول بسم الله ونبدأ مع بعض، خليكم معايا. السلام عليكم، ويلا كده سريعا مع بعض. الطماطم المسكرة القمر رخيصة جدا خصوصا في فصل الشتاء. اول ما دقتها امبارح قلت لا، دي لازم مربى طماطم والنهارده تتعمل. حقيقي بيكون طعمها حلو قوي، ولو انت من الناس اللي ما عملتهاش قبل كده او مش عارفه طعمها ايه، او خايفه يكون طعمها طماطم، والله ملهاش علاقه خالص بالطماطم. هتاكلي كده مربى طعمها هيعجبك جدا. اول حاجه عندي كيلو كده من الطماطم، غسلته كويس جدا وشلت الجزء اللي بيكون من تحت، واديته فتحتين كده في الطماطميه من فوق. نزلته في ميه تكون عندي سخنه، يعني هنقول دقيقه كده بالظبط. اول ما اشوف كده ان القشور مجرد ما اجي المسها كده هتتشال من الطماطمايه، انا مش عايزاه يغلي ومش عايزاها تتسلق علشان ما تتحولش لحاجه تانية. يا دوبك فقط ان انا اطلع القشور، حتى لو كانت القشور لازقه شويه برضو طلعيه، مش اكتر من دقيقه في الميه المغليه او الميه السخنه. اول ما طلعتها كده من الميه سبتها بس 5 دقايق تهدى خالص علشان اعرف اشتغل فيها، يعني تبقى دافيه كده حتى في ايدي. بعد كده شلت القشور، طلعت معايا بمنتهى السهوله. بعد كده هجيب كل طماطمايه اقطعها 4 تربع وابدا اتخلص كمان من البذور. انا عايزه في مربى الطماطم اللحم فقط بتاع الطماطم، لا احط فيها قشور ولا كمان بذور. فحاولت اول حاجه ان انا اعمل بمعلقه، بس الطماطمايه حجمها صغير فلقيت ان ايدي هتبقى افضل حاجه. ففتحت كده كل طماطمايه بمسك ربع ربع كده واتخلص من اي بذور موجوده. خلصت بقى كل الكميه، اللهم بارك. نبدا نتخلص من القشور دي، خلاص احنا مش عايزينها. وكمان الميه اهي برضو مش عايزينها، يبقى كده لا قشور ولا كمان بذور. نجيب بقى اللحمه بتاعتنا، وهنا كنت لقيت بذره مستخبيه شلتها. نجيب بقى اللحمه بتاعه الطماطم وابدأي ان انتي قطعيها قطع صغيره كأنك بتعملي سلطه، علشان بعد كده المربى بتاعتنا لما تقعد كده ويبقى شرباتها كده تقيل وتبقى قطع كده. عارفه اللي انت بتاكلي مربى قطع، تقولك المربى دي نوعها نضيف، دول حاطين الفاكهه فيها قطع. فانا مش عارفه الطماطم رايحه ناحيه الفاكهه ولا من عيله الخضار دلوقتي. المهم بعد ما خلصت تقطيع للكيلو الطماطم هضيف عليه 300 جرام من السكر، ما يعادل كوبايه وربع. وزن الكوبايه اللي انا استخدمتها 250. خلاص، هبدأ بعد كده ارفعهم على نار عالية. اول ما يبدأوا يغلوا معايا هبدأ اهدي النار تماما، واتخلص من اي رغاوي بيضة هتبدأ تظهر على وش المربى بتاعتي من فوق. بعد ما سبتها كده يعني هنقول تقريبا ربع ساعة، هنبدأ بقى نحط لها طعم كده هيكون خفيف جدا بس برضو هيديها طعم حلو قوي. هنحط عود كده من القرفة واديته تقليبة، ومعلقتين كبار من عصير الليمون، و3 عيدان من عيدان القرنفل بس. يبقى كده عندنا عود من القرفة، عود من القرفة الخشبية، و3 عيدان من القرنفل، 3 رؤوس من القرنفل، ومعلقتين كبار من عصير الليمون. وهدي عليها النار خالص واسيبها كده تقعد وتتقل براحتها، تقعد تعقد وتتقل براحتها. خلاص طبعا هو لازم اقف فوق دماغها بقى وافضل اقلب واعدل؟ لا، انت بتهدي عليها النار وروحي شوفي وراكي ايه. انا كنت بغسل مواعين وشطب المطبخ، يعني موقفتش عليها اصلا. ما بتاخدش وقت معاكي خالص وبتبرد ما شاء الله بسرعه، الجو برد دلوقتي. وحمصي بقى رغيف كده على النار، ما تسخنيش في ميكرويف، حمصيه على البوتاجاز، واعملي كوبايه شاي واحشيلك كده رغيف مربى وكلي وقولي الله يمسكي بالخير يا بنتي يا اموله، الله يهديكي ويصلح لك حالك. خطيره يا جماعه، خطيره، لازم تجربوها. نعرف من فين بقى ان هي استوت؟ طبعا هتلاقي كميه السوائل خفت خالص. لما اجي اعمل كده بالمعلقه، شايفين شكلها من قدام عامل ازاي؟ اجي اعمل بالمعلقه كده في ظهر المعلقه، اعمل خط، الخط ده ما يضمش على بعضه، تحسيه بقى مسكر كده، مربى قوام مربى اساسي واصلي قدامك. وادي كده شكلها وقوامها حقيقي يفتح النفس، لازم تجربوها. والله العظيم ما ليها علاقه هي طماطم، بس طعم المربى في الاخر ملهاش علاقه بالطماطم. طعمها حلو قوي، يعني لو انت ما دقتيهاش قبل كده انا متاكده ان انت هتدمنيها بعد الوصفه دي.
لازم تجربوها، وهستنى رأيكم في التعليقات، وهسيب لك كل المقادير في نهاية الفيديو. الوصفة دي ووصفات تانية كتير اقتصادية وعلى قد الإيد هسيبها لك في لينك تطبيق بدون إنترنت تماما. الفيديو خلص، أتمنى يكون عجبكم. مع السلامة.